أهلا بيكم، معكم رانيا دهب، والنهاردة هنحضر مع بعض العجة المصري بطريقة تحضير في منتهى السهولة. وجبة التوفير لأنك بتجمعي فيها كل الخضار المتبقي عندك وتعملي منه أحلى أكلة. أعتقد بعد ما تجربوها بطريقتي الحلوة دي هتبطلوا تاكلوا لحمة وفراخ من جمالها. تنفع معاكي غدا وعشاء وكمان فطار. وجبة قليلة التكلفة ومليانة بالقيمة الغذائية. يلا بينا نشوف الجمال ده اتعمل ازاي. بس اعملوا لايك للفيديو ده واشتركوا في القناة لو مش مشتركين، وفعلوا زر الجرس علشان يوصل لكم اشعار بالوصفات الجديدة. ودي المكونات اللي هنحتاجها علشان نعمل العجة التحفة اللي انتوا شايفينها دي. هنحتاج بصلتين كبار متقطعين صغير جدا او مبشورين، ويفضل البصل اللي يكون ابيض اللي هو قشرته ذهبي. وهنحتاج حوالي 3 معالق كبار كده من الزيت، ولو عايزة تستخدمي في الوجبة كلها زيت مفيش اي مشكلة، اي مادة دهنية تقدري تستخدميها. وعندي هنا معلقة كبيرة من السمنة او الزبدة. وعندي هنا معلقة صغيرة من الثوم المفروم، حوالي 3 فصوص كده. وهنحتاج كوباية الا ربع من الفلفل الالوان لو متوفر، او ممكن نستبدله بالفلفل الرومي الاخضر العادي، مفيش اي مشكلة. وهنحتاج حوالي 3 معالق كبار من الزيتون زي ما انتوا شايفين كده، الزيتون المخلي ده. وكوباية الا ربع من الجزر المبشور بشر ناعم، وكوباية الا ربع من الكوسة المبشورة بشر ناعم برضو. ودي فرصة حلوة جدا لو عندك حد في البيت مش بيحب الكوسة، ممكن تدخليها في الوجبة دي لان طعمها مش بيبان خالص. بالعكس دي بتضيف قيمة غذائية عالية، وفي نفس الوقت بيبقى طعمها في منتهى الجمال لان طعمها مبيبقاش باين. وهنحتاج كوباية الا ربع من البطاطس المبشورة برضو بشر ناعم، وكوباية الا ربع من الطماطم الكارول اللي هي المتقطعة صغير دي. وعندي هنا البهارات اللي هحتاجها. هحتاج معلقة ونص صغيرة من الملح، نص معلقة صغيرة من الكمون، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود أو على حسب الرغبة، أنا مزودة شوية. ربع معلقة صغيرة من الكزبرة الجافة، نص معلقة صغيرة من البابريكا لو متوفرة، وشطة حسب الرغبة، أنا حاطة نص معلقة صغيرة. ولو انتي حابة تضيفي اي بهارات تانية متعودة تحطيها في العجة ممكن تضيفيها عادي جدا، بس انا بحط البهارات دي وبيطلع طعمها في منتهى الجمال. ودلوقتي بقى هنبتدي نحط المكونات دي كلها بالتدريج كده على النار. في طاسة على النار هنحط حوالي 3 معالق كبار من الزيت ومعلقة السمنة اللي قلنا عليها. وبعدين هننزل بالبصل المتقطع صغير ده، ونسيبهم على النار شوية كده زي ما بيقولوا ايه يتبلوا. يعني احنا مش عايزين البصل يتحمر وياخد لون اللي هو الذهبي الغامق ده، لا احنا يا دوبك بس ايه، هننزل كل مكون من اللي احنا قلنا عليه بعد التاني بحوالي ايه دقيقة كده ولا حاجة. يعني اول ما اللون يدبل شوية هنبتدي نضيف التوم، وهندي التوم تشويحة كده مع البصل، وتشمي بقى الروايح بقى في منتهى الجمال. يعني كل حاجة هتحطيها هتطلع ريحتها كده هتجوعك وانتي بتشتغلي. وبعدين هنبتدي ننزل بالكوباية الا ربع من البطاطس المبشورة وكوباية الا ربع من الكوسة المبشورة، وهنقلبهم بقى لحد ما يتبلوا كده ويبقى لونهم كده متداخل كده مع البصل والثوم بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. وبعدين هنبتدي بقى نبهر الكلام ده، نحط البهارات بتاعتنا. وزي ما قلت لكم لو حابين تضيفوا اي بهارات تانية متعودين عليها ممكن عادي جدا. وبعدين هننزل بكوبايه الا ربع من الجزر. انا محدده كوبايه الا ربع علشان تبقوا عارفين الكميه اللي انتوا هتعملوها قد ايه، لكن ممكن مثلا تعملي نص الكميه اللي عندك، يعني المتوفر عندك تعمليه. هنشوح برضو الجزر كده لحد ما لونه يدبل. وبعدين اخر حاجه يعني هنبتدي ننزل الفلفل الالوان والزيتون، يعتبروا ان احنا خلاص قربنا نطفي النار. تمام. وبعدين هننزل برضو بالطماطم، والطماطم مش عايزين نقلب فيها كتير علشان ما تتهريش، احنا عايزينها تفضل على قد ما نقدر مكعبات كده، يعني يا دوبك تاخد تشويحة كده وبعدين هنطفي النار على طول. وهنسيب بقى كل الكلام الجميل ده لحد ما يبرد تماما، وبعدين نضيفه على خليط البيض. ما ينفعش ابدا ان الخليط ده يبقى سخن، ونضيفه على المكونات اللي هنعملها بعد شوية. ودلوقتي هنبتدي نحضر باقي مكونات العجة. انا عندي هنا 10 بيضات، انا حاطه 10 بيضات علشان البيض اللي عندي صغير جدا. انتي ممكن تحطي 8، او ممكن تقسمي الكمية اللي احنا عاملينها دي كلها الخضار والبيض نصين وتعملي نص الكمية. وعندي هنا حوالي ربع كيلو من الحليب كامل الدسم. وعندي هنا نص معلقة صغيرة من بيكربونات الصوديوم لو متوفرة، مش متوفرة يبقى هنحط معلقة صغيرة مش مليانة، يعني معلقة صغيرة ممسوحة كده من البيكنج باودر. وهنحتاج طبعا خضرة متقطعة صغير خالص زي ما انتوا شايفين، هنحتاج حزمة من الشبت وحزمة من الكزبرة وحزمة من البقدونس. وعندي هنا نص معلقة صغيرة من النعناع المجفف. وهنحتاج 7 معالق كبار مش مليانين من الدقيق، وهنشوفوا حجم المعلقة وانا شغالة بعد شوية.
هنجهز بقى بولة أو طبق واسع يستوعب اللي احنا قلنا عليه ده كله، وهنضيف فيه البيض والحليب والبيكربونات أو البيكنج باودر، وهنقلب بقى كل المكونات دي كويس قوي لحد ما يكونش فيه أي تكتلات من البيض. يعني لازم البيض يكون اندمج كويس قوي مع الحليب. وبعدين هننزل بقى بكمية الدقيق اللي قلنا عليها، اللي هي 7 معالق كبار مش مليانين، الحجم اللي قدام حضراتكم ده. وهنقلب بقى الدقيق كويس قوي علشان ما يبقاش فيه لسه دقيق ما تقلبش مع الحليب والبيض. لازم يتقلب كويس قوي بالشكل اللي قدام حضراتكم ده، وما يكونش فيه اي تجمعات من الدقيق لسه ما تقلبتش كويس. تمام. وبعدين هننزل بالنعناع المجفف وهننزل بالخضرة بتاعتنا. ودلوقتي بقى الخليط اللي احنا حضرناه على النار كان بارد تماما، هبتدي اضيفه بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. وبعدين هقلب المكونات دي كلها كويس قوي، وهضيف معلقة كبيرة من الخل، وهقلب بقى الجمال ده كله. والله يا جماعة في الوقت ده الريحة مش قادرة اقول لكم كانت جميلة ازاي، تحفة بجد. ودي بقى صينية مقاس 30، صينية فرن مقاس 30. هندهنها دهنة بسيطة كده من المادة الدهنية اللي عندنا، وهبتدي انزل فيها الخليط بالشكل اللي قدام حضراتكم ده. وبعدين هسوي السطح كده بالسباتولا او باي حاجة. وبعدين يعني مش شرط خالص تحطوا زيتون على الوش، بس انا كنت حابة احط الزيتون على الوش علشان التصوير والحركات، وفي نفس الوقت بيبقى شكلها حلو وبيدي طعم حلو كمان. وشوية بقى من السمسم لو متوفر وحبة البركة بيدوا طعم وريحة في منتهى الجمال. بصوا الأكلة دي هتجوعكم من وانتوا شغالين فيها، لأن ريحتها تحفة من وانتوا شغالين وهي في الفرن وبعد ما تطلع. أكلة بص هتأكلكوا وتحسسكوا كده بان انتوا بتعملوا حاجة جميلة، وهي بسيطة جدا في مكوناتها وفي كل حاجة فيها، بس هي طعمها في منتهى الجمال. هندخلها بقى على فرن حامي على درجة حرارة 180، أكننا بنسوي كيك بالظبط. قعدت معايا حوالي نص ساعة. أول ما تاخد اللون الحلو ده من الجناب ومن فوق يبقى تمام قوي، هي استوت كده، مش هتاخد وقت أكتر من كده، أو على حسب الفرن بتاعك برضو. تبتدوا بقى تجرنشوها كده وتحطوا شوية خضرة زي ما أنا حطيت أو شوية فلفل، وتقطعوها بقى وتاكلوا منها بالهنا والشفا. بجد يا جماعة طرية وطعمها حلو وريحتها في منتهى الجمال، وأكلة بسيطة هتلم معاكي الحاجات كلها اللي في التلاجة. يعني حاجة واحدة من كل خضرة احنا حطيناها، واحد من الفلفل الألوان، بصلتين، طماطم، جزر، كوسة. هتلاقي نفسك عملتي وجبة صحية في منتهى الجمال وبكل سهولة. والله يا جماعة العجة المصري دي اختراع بجد، طعمها في منتهى الجمال، وبشوية الإضافات اللي احنا عاملينها النهاردة هتخليها في حتة تانية خالص. والكوسة والحاجات الحلوة اللي احنا حاطينها دي هتخدمك قوي لو انت عندك في البيت مش بيحبوا الكوسة، لأن فعلا طعمها ما كانش باين خالص. ممكن تاكلوها كده بقى أو بعيش سخن كده وتفتحوها وتعملوها سندوتشات، حاجة كده بألف هنا وشفا. ان شاء الله تجربوا الوصفة وتنال اعجابكم وتقولي رأيكم في الكومنتات. ومن فضلكم لو عجبكم الفيديو شيروه لقرايبكم وحبايبكم على قد ما تقدروا. ومع ألف سلامة.